معنا اتصال آخر. صباح الخير، أنا فهمي وما عرفت كيفاش نوصف القصة ديالي، واش هي مرعبة ولا كتضحك، ولكنها بلا شك غريبة. مرحبا بك فهمي، عاودها لينا وانا والمستمعين غادي نكونوا الحكام. كان واحد مهرجان كبير ديال الدراري الصغار في واحد الجردة عامة كبيرة في مدينتنا. ديت مراتي وولادي يحضروا ليها. كان احتفال زوين وعامر بالألعاب والمسرحيات والمسابقات، ولكن ما كان حتى شي حاجة خاصة بالكبار. حسيت بشوية الملل، ولكن السعادة ولادي كانت كتستحق. تضحية هي أسمى درجة الحب. ولكن الصبر ديالي تسالى. من بعد ما دازو 3 السوايع في داك الصداع، قلت لمراتي بلي غادي نخرج شوية نشم شوية الهواء ونرتاح. المذيع هو كيبتسم. انت كتكمل القارة أستاذ فهمي ياك؟ كيفاش عرفتي؟ القارو هو الوحيد اللي يقدر يجرنا بهذا الشكل وسط حبابنا. بصح عندك الحق. تفضل كمل. خرجتي تشم الهواء أو تكمي قارو بمعنى أصح. جلست في واحد الكرسي ديال الجردة برا، وكان الكرسي عريض يقد 3 الناس. شعلت كارو بديت كنتكيف، وخلال داك الشيء بان ورايا واحد الراجل غريب وجلس بالجنب ديالي. ما هضر ما تكلم. وعلاش وصفتيه بالغريب؟ الشكل ديالو كان مغطي بالدم، خصوصا راسو، وحوايجو ملونة وغير طبيعية.